بيان جديد من وزارة التربية حول التعليم وجه لوجه. السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم في كل حب وخير. من الواضح أن الحكومة التركية عم بتحاول تفعل التعليم وجه لوجه لأكثر من سبب. أحدهما أنه التعليم وجه لوجه أقوى من التعليم عن طريق الأونلاين، التزام الطلاب يكون فيها بشكل أكبر، غير أنه بعض الأهالي مش قادر يكون في عنده التكاليف الإضافية اللي انطرحت من قبل شراء تابلت أو آيباد أو حتى تلفزيون حتى يتابع البرامج التعليمية المطروحة من قبل الحكومة أو وزارة التربية بشكل خاص. تصريح جديد لوزير التربية حول التعلم أونلاين أو حول التعلم وجه لوجه من جديد بيحكي لنا عنه. قال وزير التربية الوطنية ضياء سلجوق أن إدارة المدارس ستقرر مع المعلمين في أي يوم سيتم تنفيذ برامج التكيف في الأسبوع من 21 إلى 25 سبتمبر، واللي هو الشهر التاسع من السنة الحالية 2020. وذكر سلجوق أنه سيتم تقسيم الفصل إلى مجموعتين، الكلاس أو الصف حيتم تقسيمه إلى مجموعتين منفصلتين وفقا للإمكانيات والظروف وحسب قواعد المسافة الاجتماعية المطروحة متر ونص. يعني سابقا لو خلينا نقول فرضا أو مثالا أنه الكلاس أو الصف بياخد 30 شخص، حيكون في 15 شخص فقط أو 15 طالب. وشدد على أن برامج تكيف المدرسي سيكون على مجموعات وفي أيام مختلفة مثل ما طرحت سابقا لكن مش واضح، اللي هي 3 أيام، حيث سيتم إعطاء التوجيهات اللازمة للطلاب للامتثال بالمسافة الاجتماعية أثناء أوقات الراحة. ومن المقرر أن يبدأ التعليم وجها لوجه في المدارس التركية يوم الاثنين المقبل اللي هو ب 21 من الشهر اللي احنا فيه حاليا، يعني يوم الاثنين المقبل تماما حيتم التعليم وجه لوجه حسب ما حكى التقرير، حيث سيلتحق طلبة رياض الأطفال والصف الأول ابتدائي في المدرسة في المرحلة الأولى. أخوان، تفاصيل الخبر كاملة عشان تطلعوا عليه وتقرأوا أكثر من مرة حتى يكون في استيعاب بشكل أكبر، هحط لكم إياه في صندوق الوصف حتى تقرأوا وتطلعوا عليه. أيامكم طيبة وسعيدة ومباركة، دمتم في أمان الله.